بتنزل كونتنت كل يوم بس مفيش اي تفاعل. اهلا بيك في ابيزود 1 من مشاكل الماركتينج وحلها. والنهارده هنتكلم عن اول مشكلة بيقع فيها معظم الناس، وهي ان مفيش كونتنت استراتيجي. يعني ايه؟ يعني بتنزل اي حاجة وخلاص، فالناس مش فاهمة انت مين ولا بتقدم ايه. نتيجة ده الجمهور مش بيكمل معاك وبيعمل سكرول كأنك مش موجود. الحل انك ما تشتغلش بعشوائية، وتختار من 3 ل 4 مواضيع اساسية مرتبطة بالبراند بتاعك، وتخلي الكونتنت بتاعك كله يدور حواليهم. زي مثلا بوست فيه معلومة تفيد جمهورك، او بوست القصة شخصية حصلت معاك او نجاح حصل معاك، او بوست تبيع فيه البرودكت بتاعك او السيرفيس اللي بتقدمها. التنوع ده بيخلي الناس تفهمك اكتر وتبدأ تشوفك كبراند مش مجرد بيدج عادية. بس حتى لو عملت كونتنت استراتيجي، في مشكلة أكبر، وده موضوع بكرة. ما تنساش تعمل فولو سبسكرايب عشان ما تفوتكش حلقة بكرة.